ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا بينا النهاردة نعمل الرز بلبن بطعم لذيذ جدا وقوام كريمي وناعم بدون لبن بودر ولا كريم شانتيه ولا أي إضافات زيادة. قبل ما نبدأ ما تنسوش تشتركوا في القناة ويلا بينا نبدأ وصفتنا. أول حاجة عندي في حلة هنزل بكوبايتين من المية، كوباية لبن كامل الدسم، كوباية رز مغسول ومنقوع ربع ساعة. هقلب وبعد كده هغطي الحلة وهسيب الرز يستوي على نار متوسطة. هنا كان الرز استوى، طبعا الرزاية كانت نفشت كده وكبر حجمها، ممكن تدوقيها برضو وتطمني انها استوت. بعد كده هنزل بلتر من اللبن إلا نص كوباية. طبعا اللبن بتاعي كامل الدسم يعني فيه قشطة على وشه. كوباية من السكر، هقلب لحد ما السكر يدوب. فانيليا وأقلب على نار هادية بقى لحد ما اللبن بتاعي يبقى داخل على غليان، ما سيبهوش يغلي، يبقى داخل بس على غليان. بعد ما اللبن سخن وكان داخل كده على غليان وحسيت ان الرز اتشرب منه كويس، هجيب بقى نص كوباية اللبن اللي كنت سبتها على جنب وهنزل فيها بمعلقتين كبار من النشا. هقلب بقى النشا مع اللبن وبعد كده هنزل بقى بالنشا على الرز بلبن ويبقى معايا مضرب بحيث اني ما يحصلش اي تكتلات والقوام بتاعه برضو يبقى كريمي. هقلب، طبعا القوام هيبدأ يختلف وهيتقل شوية، بس هستنى لحد ما يطلع كده فقاقيع من الرز بلبن، ساعتها اطمن اني النشا استوى. بعد كده بقى هو كان استوى، هطفي عليه النار وهبدأ بقى اغرف الرز بلبن. طبعا القوام بيتقل شوية بعد ما يبرد الرز بلبن، ده القوام وهو سخن. هكمل انا بقى غرف باقي الاطباق. بعد ما خلصت غرف في الاطباق كلها هغطي الاطباق بستريتش، كل طبق كده لوحده، وهخلص بقى الاطباق كلها بنفس الشكل. بعد كده هاخد الاطباق هحطها في التلاجة لمدة ما تقلش عن 4 ساعات وبعد كده تبقى جاهزة للتقديم. وده الرز بلبن بتاعنا بعد ما طلع من التلاجة، شكله ما شاء الله جميل جدا وطعمه طبعا ألذ بكتير. ممكن بقى بعد كده تضيفوا على الوش مكسرات أو صوص كراميل أو أي إضافة يعني انتوا تحبوها، أو ممكن بدون خالص، هو طعمه تحفة ما شاء الله، قوام كريمي وناعم. يلا بقى قوموا جربوه وهيعجبكم إن شاء الله. أنا سوزان محمد، ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم إن شاء الله كل جديد. وكمان بقى ما تنسوش صفحة الفيسبوك ولايك وشير، والسلام عليكم.